نفسك تعمل قناة على اليوتيوب او عندك بالفعل قناة على اليوتيوب وعايز تعمل فيديوهات احترافية بدون ما تظهر بشكلك، هتلاقي طلبك في الفيديو ده. او لو انت مدرب ونفسك تعمل كورسات اونلاين وتوصل المعلومات للطلاب بتوعك بشكل ممتع برضه بدون ما تظهر بشكلك، هتلاقي طلبك في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد على قناة نادي القراءة العملية. زي ما انتم عارفين ان انا ما كنتش بظهر في الفيديوهات لحد ما القناة تخطت 100,000 مشترك، وحتى بعد ما القناة تخطت 200,000 مشترك ما بظهرش في اغلب الفيديوهات غير في الانترو بس زي ما بعمل في الفيديو ده دلوقتي، وباقي محتوى الفيديو بسجله من ورا الشاشة، ولكن بعوض ده بصور وفيديوز بتعبر عن المعنى اللي انا عايز اقوله بشكل ممتع جدا، وده بيخلي المشاهد يتفرج على الفيديو لاطول فترة ممكنة. ومؤخرا ناس كتيرة بدأت تسألني ازاي نعمل النوع ده من الفيديوهات، لان اغلب الناس نفسها تبدا على اليوتيوب ولكن مش عندها المعدات الكافيه او حتى مش حابه تظهر بشكلها في الفيديوهات. فان شاء الله في الفيديو ده هشارك معاك كل الخطوات اللي انا بعملها عشان تطلع فيديو احترافي يحبه جمهورك اللي بيتابعك على اليوتيوب ان شاء الله. طبعا في البدايه انا حابب اقول لكل واحد فيكم كل سنه وانت طيب، لان خلاص سنه 2021 بتنتهي وداخلين على سنه جديده ان شاء الله كل واحد فينا يحقق اللي بيحلم بيه. وبمناسبه السنه الجديده فانا عامل عرض لفتره محدوده على كورس اليوتيوب الشامل الخاص بيا على موقع يوديمي، اللي بعرفك فيه كل الخطوات اللي انت محتاجها عشان تبدا قناه ناجحه على اليوتيوب بابسط الامكانيات وكمان في وقت فراغك، ومع الوقت القناه دي تكون مصدر دخل ليك من الانترنت. سعر الكورس في الطبيعي بيعدي ل 600 جنيه، ولكن لحد يوم 10/1/2022 سعر الكورس هيكون ب 150 جنيه فقط، والحجز من خلال نادي القراءه العمليه. بمجرد ما تحجز في الكورس بيفضل في حسابك مدى الحياه بكل التحديثات اللي بتضاف عليه. خلينا بقى نرجع لموضوع فيديو النهارده، وهو ازاي نعمل فيديوهات احترافيه. تعالوا نفكر فيها كده مع بعض. لو انت حابب تعمل فيديوهات احترافيه بدون ما تظهر بشكلك، هتكون محتاج كام برنامج. اول حاجه هتكون محتاج تستخدم برنامج الفوتوشوب عشان تعمل سلايدز وتصاميم احترافيه تحطها في الفيديوهات بتاعتك. تاني حاجه هتكون محتاج فوتج او فيديوهات بحيث توصل المعنى اللي انت عايزه يوصل للمشاهد بتاعك، والفيديوهات دي ممكن توصل لها من مواقع زي ان سبلاش وبيكسلز وغيرها من المواقع. ولكن بتقابلنا مشكله كبيره جدا، وهي ان اغلب الفيديوهات الكويسه على المواقع دي بتكون مش مجانيه، وكمان حجمها بيكون كبير جدا. ثالث حاجه هتحتاجها وده اختياري طبعا، انك تكون بتفهم في الموشن جرافيك وبتعرف تعمل رسوم متحركه. تخيل بقى ان انت مش محتاج تستخدم ولا اي حاجه من اللي قلت لك عليها من شويه، وده الخبر الجميل جدا، لاني اعرفك ازاي تعمل كل الحاجات اللي قلت لك عليها دي من موقع واحد بس، وهو موقع كانفا. الموقع المحبب جدا لقلبي واللي ما اقدرش استغنى عنه، واللي من غيره ما اقدرش اعمل اي محتوى من المحتوى اللي انا بقدمه سواء على اليوتيوب او على موقع نادي القراءه العمليه. فانا همشي معاك دلوقتي خطوه بخطوه، ولو كملت معايا الفيديو للاخر هتكون عرفت الطريقه اللي انا بستخدمها عشان تعمل فيديوهات احترافيه لقناتك على اليوتيوب. طبعا انا بستخدم برنامج كامتيجيا في المونتاج، ولكن انت تقدر تستخدم اي برنامج تاني في المونتاج، لان المبادئ والخطوات اللي انا هشرحها لك في الفيديو ده تقدر تعملها في اي برنامج مونتاج تاني. فقوم حضر مشروبك المفضل ويلا بينا نعرف التفاصيل مع بعض. دلوقتي انت خلصت اول مرحله في المونتاج، وهي مرحله التقطيع وحذف الاجزاء اللي مش مهمه، زي مثلا لو قلت كلمه غلط، زي مثلا انك كحيت او موبايلك رن او اي حاجه من الحاجات اللي بتحصل معانا دي. اغلب الناس بعد ما بتخلص مرحله التقطيع دي بتيجي عامله اكسبورت للفيديو وبتيجي نشراه، وانا واحد من الناس اللي كنت بقع في نفس الغلطه دي زمان. يعني كنت بسجل الشاشه بتاعه الكمبيوتر عادي وبقول المحتوى اللي انا عايز اقوله، وبعد كده بقص الحاجات اللي ملهاش لازمه، وبعد كده برفع الفيديو على القناه عندي. طبعا دي كانت غلطه كبيره جدا، لان الفيديو كان بيكون ممل جدا للمشاهد. تخيل مثلا انت عمال تشرح في حاجه لا انت ظاهر بشكلك ولا حتى معوض عدم ظهورك بفوتج او صور او اي حاجه تعبر عن الكلام اللي انت بتقوله. حرفيا ده شيء بيكون ممل جدا مهما كانت قيمه المعلومات اللي انت بتقولها في الفيديو ده عامله ازاي. فاول خطوه هنعملها في المرحله الثانيه هي ان انا اخش على موقع كانفا زي ما انت شايف كده. طبعا انا عندي حساب مدفوع على موقع كانفا، وده يفضل جدا لان انا استخدم فيديوهات وصور وحاجات كتيره جدا في منها هيكون مدفوع طبعا. فانت عشان تحل المشكله دي الافضل ليك ان يكون معاك حساب مدفوع. وبالمناسبه الحساب مدفوع على كانفا اصبح سعره رخيص جدا جدا، حرفيا ب 160 جنيه. مش بيكون اشتراك شهري، لا ده بيكون اشتراك سنوي، انت وخمسه من صحابك، يعني كل واحد فيكم بيدفع 160 جنيه بس، وبتحصل على حساب كانفا المدفوع لمده سنه. هتلاقي رابط العرض ده في وصف الفيديو. المهم دلوقتي احنا على موقع كانفا. اول خطوه بقى بعملها بخش على برزنتيشنز وبختار برزنتيشن 16/9. اول خطوه اعملها ان بدخل هنا
وبغير اسم البرزنتيشن باسم الفيديو بتاعي. بعد كده بقى هنا الصفحه قدامي بيضه ومفيش اي شيء خالص احطه. في الاول بصراحه كنت بعتمد على الصور بس، يعني بحط صور للفيديوهات بتاعتي، وكنت لما بحتاج فوتج او فيديوز احطها في الفيديو بتاعي كنت بروح لمواقع تانية زي بيكسلز وان سبلاش وغيرها. كنت بعاني طبعا مع الموضوع ده لان في فيديوهات كتيره بيكون حجمها كبير او فيديوهات بتكون مدفوعه، فكنت بعاني حرفيا لحد ما اكتشفت كنز في موقع كانفا اسمه فيديوز اهو، وحرفيا لقيت عليه اغلب الفيديوهات اللي بتكون موجوده على المواقع المدفوعه التانية. كل ده انا واخده في حسابي المدفوع على موقع كانفا. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ بدخل على الفيديوز او اليمنتس من هنا. يفضل بقى تعتمد على الاليمنتس دي وبتخش تكتب الكي وورد بتاعتك. بالتالي انه بيحتاج منك تخطيط كبير جدا. يعني مثلا في الجزء ده من الفيديو بقول ان العيب التاني في النموذج ده انه بيحتاج منك تخطيط كبير، فانا هنا عايز اعبر عن ده بصوره مش بفيديو دلوقتي. فاول حاجه هعملها اغير اللون، هاجي واقف كده وادوس هنا على الالوان واختار لون الخلفيه مثلا وليكن ده. بعد كده هدوس على تكست او ممكن ادوس على حرف التي على طول. طبعا كانفا عليه فونتس بالعربي كتيره جدا جدا، انا بستخدم 3 او 4، يعني اختار اللي انت شايفه مناسب ليك. فمثلا في الفيديو اللي انا شغال عليه ده بقول كل نموذج مميزاته وعيوبه وازاي تشتغل فيه، فانا كده محتاج حاجات ثابته معايا. هحتاج سلايد يكون مكتوب فيه عيوب النموذج ده، وسلايد تاني يكون مكتوب فيه مميزات النموذج ده، وهكذا. دول كده اساسيين معايا. فمثلا العيب التاني هنا انه بيحتاج تخطيط كبير. انا بقى مش عايز ازود السلايدز بتاعتي، يعني انا مش عايز افضل اعمل صفحات في كانفا. فمثلا هنا عملت العيب التاني يحتاج تخطيط كبير، فهاجي طالع فوق دايس على داونلود، اختار الصفحه دي هنا الصفحه رقم 1، اعلم عليها وبعد كده اقول له دن، وبعد كده هقول له داونلود. طيب العيب التالت انه بيحتاج ميزانيه كبيره، فبدل ما اعمل سلايد تانية لا، فبكل بساطه هاجي مغير النص كده وهاجي ايه دايس داونلود وهكذا. طبعا انا ممكن اضيف ايكونز او صور تاني للسلايد ده بحيث تبقى شكلها ممتع اكتر. فمثلا بقول هنا انه بيحتاج ميزانيه كبيره، فهاجي كاتب في السيرش هنا كلمه الكيورد بتاعتك دي اللي هي بادجت، اللي هي بالعربي ميزانيه. فانت اهم حاجه تركز عليها انك اي حاجه بتدور عليها على موقع كانفا شوف كيورد بالانجليزي بتعبر عنها او قريبه منها تبقى في السيرش هنا. هنا انا قدامي كل حاجه، عايز ليها صوره ولا عايز ليها جرافيكس ولا عايز ليها فيديو. انا هقول له انا عايز جرافيكس، ده افضل شيء بصراحه انا بستخدمه. فمثلا هاجي داخل هنا عجبني مثلا الجرافيك ده او الايكون ده، هاجي مخليها تحت كده واصغر بقى حجمها واظبطها زي ما انت شايف كده. السلايد ده بقى شكله كويس جدا. وطبعا بعد ما بخلص بدوس على داونلود تاني عشان ينزل على الجهاز عندي. بعد ما بينزل على الجهاز عندي بكل بساطه باجي ساحب الصوره كده على برنامج كامتيجيا او برنامج المونتاج اللي انا بستخدمه. فانا كده خلصت اول سلايد. هفضل ماشي على نفس المنوال ده في كل الحاجات اللي محتاجه مني صور. هاجي داخل على موقع كانفا اشوف السلايد اللي انا عايزه ايه وهاجي اعمل له تصميم كده. طيب انا كده خلصت الصور اللي انا محتاجها، عايز بقى اوصل للفوتج اللي انا محتاجها عشان احطها في الفيديو بتاعي. نفترض ان انا في الفيديو بتاعي بتكلم عن العمل الحر وعايز اوصل لفيديوهات بتعبر عن الفريلانس، فاجي كاتب في السيرش هنا فريلانسنج وهاجي مختار فيديوز وهبدا ادور على فوتج تكون مناسبه للفيديو بتاعي. فهو زي ما انت شايف مئات والاف الفيديوهات عن الكلمه دي. فاجي هدوس على اد بيج، نفترض ان عجبني مثلا الفيديو ده، هاجي دايس عليه كده هيتضاف عندي كده في التصميم، بس زي ما انت شايف حجمه مش مغطي على اللي وراه. فهدوس كليك يمين كده وهقول له ريبليس باك جراوند. طيب نفترض مثلا بدور على حاجه بتقول للناس انك تقدر تعمل فلوس، فاجي كاتب برضو في البحث ميك ماني، والفيديو اللي يعجبني بكل بساطه هدوس عليه كده وهاجي كليك يمين ريبليس باك جراوند. هقول لك دلوقتي برضو على تركايه حلوه جدا تعملها عشان توصل لفيديوهات انيميشن على موقع كانفا. هتيجي كاتب الكلمه المفتاحيه بتاعتك وجنبها كلمه ايه انيميشن. انا شايف انه جميل جدا ومعبر عن المعنى اللي انا عايز اوصله في الفيديو، فهاجي دايس عليه ومختاره. بالمناسبه كمان انت تقدر تعمل مونتاج كامل من خلال موقع كانفا، ولكنه صعب شويه ومحتاج شرح طويل. فانت ممكن تخلص شغلك كله من خلال موقع كانفا. مثلا انت عايز تقطع جزء من الفيديو ده، فهتيجي مثلا عامل كده اهو تدوس دن كده الفيديو اتقطع اهو زي ما انت شايف. بعد كده بتيجي واخد الفوتج اللي انت نزلتها على الجهاز بتاعك وبتحطها في برنامج المونتاج اللي انت بتستخدمه. زي ما انت شايف كده هي جايه حجمها مش كبير، فبكل بساطه برضو هدوس كليك يمين كده وهقول له سكيل تو فيت. خلاص كده هي حلت محل ايه الخلفيه اللي وراها اهو. زي ما انت شايف الفيديو اصبح شكله جميل جدا جدا وممتع وبيعبر عن الكلام او عن المعنى اللي انا عايز اوصله في الفيديو بتاعي. كل الحاجات دي عملتها بنفس الطريقه البسيطه اللي انا شرحتها لك من شويه،
بكل بساطة وسهولة. الموضوع بصراحة ممتع جدا جدا وهيخلي الفيديوهات بتاعتك كمان ممتعة للمشاهد، فبالتالي هيتفرج على اكبر جزء ممكن من الفيديو بتاعك. لو دخلت بقى على الفيديو ده لما نزل على القناة عندي هتلاقي ان متوسط المشاهدة اصبح 5 دقايق، ده اكتر من المعتاد بكام؟ بدقيقتين وشوية. ده طبعا انجاز رهيب. وطبعا زي ما شرحت قبل كده في كورس اليوتيوب ان كل ما متوسط مدة المشاهدة زادت على القناة عندك كل ما ده اثر بالايجاب، فاليوتيوب بيبدأ يعرض فيديوهاتك لعدد اكبر من المشتركين، فبالتالي ده بيزود عدد المشاهدات عندك وبيخلي قناتك تكبر بسرعة جدا. تعال برضو اقول لك على تركاية حلوة جدا استخدمتها من قريب وبتخلي شكل الفيديوهات احترافي جدا عن زمان. شايف الشريط الاسود اللي تحت ده اللي موجود فيه كل قنوات السوشيال ميديا بتاعتنا، زي مثلا صفحتنا على الفيسبوك او قناه اليوتيوب او قناه تليجرام؟ ده بيخلي شكل الفيديوهات احترافي جدا. كمان بيعوض الشكل اللي تحت هنا ده اللي بيكون فيه الساعه والتاريخ والبرامج اللي انت فاتحها. الحقيقه انا لسه عامل الموضوع ده من قريب جدا من حوالي 3 فيديوهات، ولكن هقول لك عليه دلوقتي عشان انت كمان تستخدمه وفيديوهاتك يبقى شكلها احترافي جدا. نعمل الشريط ده ازاي؟ بكل بساطه هنخش كده على موقع كانفا برضو، وهتيجي دايس على اد نيو بيج في نفس البروجكت اللي انت كنت فاتحه من شويه اللي هو كان فيه البرزنتيشن بتاعك، وفي النيو بيج دي هتيجي دايس على حرف الار. تاكد بس ان اللغه عندك بالانجليزي. هيطلع لك الشيب اللي قدامك ده. بعد كده هتيجي مخلي شكله باللون الاسود، وبعد كده هتيجي طبعا حاطه تحت كده في الاخر وتظبط بقى وتخليه يجي للاخر كده، وتيجي مظبط المقاسات بتاعتك اهو زي ما انت شايف. بعد كده هتيجي برضو في الاليمنتس وتيجي كاتب مثلا انت عايز تضيف صفحه الفيسبوك بتاعتك، فهتيجي كاتب فيسبوك وتيجي واخد اللوجو بتاع الفيسبوك كده تيجي مصغره كده زي ما انت شايف. وبعد كده هاجي ضايف التكست بتاعي، هدوس حرف التي ده اختصار عشان تضيف تكست على طول، وهكتب مثلا اسم الصفحه بتاعتي على الفيسبوك نادي القراءه العمليه، وهاجي مغير لون النص كده اخليه مثلا اصفر، وهاجي جاي تحت كده واحطه ايه جنب كلمه فيسبوك. جميل جدا. طيب عايز اضيف اليوتيوب بنفس الخطوات برضو، هاجي كاتب يوتيوب وهاجي واخد اللوجو بتاع اليوتيوب وهاجي مصغره احطه هنا، وبعد كده او ممكن اخد كده التكست ده كوبي لو هو نفس الاسم يعني، وهاجي احطه مكان او جنب اليوتيوب. عايز احط بقى تليجرام، عايز تحط مثلا انستجرام، اي حاجه هتلاقي كل حاجه على موقع كانفا، بس اتاكد انت داخل على الجرافيكس عشان يجيب لك اللوجو بتاعهم اهو زي ما انت شايف. بكل بساطه انا كده عملت ايه الشريط ده. طيب كده انا خلصت تصميم الشريط الاسود اللي انا هحطه تحت في الفيديوهات بتاعتي. عايز بقى اضيفه للفيديو ازاي؟ بعد ما بتنزل الصوره على الجهاز بتاعك بكل بساطه هتيجي قاصص من الصوره الجزء اللي تحت ده بحيث يبان معاك بالشكل اللي قدامك ده. بعد كده هتيجي برضو واخد الصوره دي بكل سهوله لبرنامج المونتاج عندك، وبعد كده هتدوس سكيل تو فيت، فهاجي بقى منزلها تحت خالص كده زي ما انت شايف. وبعد كده هاجي واخد الشريط كله كده اهو بحيث يبقى بطول التايم لاين بتاعي فيبان في الفيديو كله زي ما انت شايف كده. انا خليت الفيديو بتاعي يظهر بشكل احترافي اكتر عشان بس تعرفوا ان انا ما بستخسرش فيكم حاجه. دي حاجه لسه ضايفها من قريب جدا للفيديوهات بتاعتي وحبيت اديها لك عشان انت كمان ما تغلطش غلطتي وتبدا تخلي الفيديوهات بتاعتك شكلها احترافي على طول ان شاء الله. نفترض دلوقتي ان انت كده خلصت الفيديو بتاعك وجاهز للنشر على قناتك على اليوتيوب. اخر حاجه بقى هتعملها من موقع كانفا هي الصوره المصغره للفيديو بتاعك، بحيث نكون استخدمنا كانفا في كل شيء حرفيا عشان نعمل فيديو احترافي على قناتنا على اليوتيوب. طيب نعمل ده ازاي؟ بكل بساطه هتخش على موقع كانفا تاني وهتيجي في البحث كده وهتكتب يوتيوب وتختار يوتيوب ثامبنيل. طبعا هو بيكون مديك المقاسات المناسبه وكل شيء، وفي البدايه بيبدا يجيب لك كل النماذج اللي قدامك دي بحيث لو عجبك نموذج منهم تختاره وتخش تعدل عليه انت براحتك. لو مش عاجبك او الطريقه اللي انا يعني بشتغل بيها ان انا بدوس على كرييت بلانك بحيث يفتح لي صفحه فاضيه خالص وانا ابدا اصمم من البدايه، ولكن زي ما قلت لك ممكن تاخد تغذيه بصريه وافكار من هنا. ده طبعا هيكون مناسب جدا للمبتدئين في استخدام كانفا، ولكن وانس ان انت اتعودت على الادوات والتولز اللي على موقع كانفا هتقدر تعمل تصميم من صفحه بيضاء كده ويكون شكله كويس جدا ان شاء الله. اللي انا بعمله بعد كده ان انا بحمل صوره من الجهاز بتاعي، صوره ليا انا شخصيا، بحيث تظهر في الصوره المصغره للفيديو على اليوتيوب. وليكن مثلا ان انا اختار الصوره دي، عايز بقى اشيل الخلفيه زي ما اتفقنا كل حاجه بنقدر نعملها من موقع كانفا. هدوس على ايديت ايمج وهقول له ريبليس باك جراوند او ريموف باك جراوند اهي. مجرد ما بتدوس عليها خلال ثواني هيشيل الخلفيه اللي وراك كلها وهيخلي شكلك انت بس اللي ظاهر في الصوره زي ما ظهر قدامك كده. طبعا تغير لون الخلفيه باللون اللي انت حابه، وليكن مثلا نختار اللون الازرق. بعد كده بقى ايه تبدا تشتغل تعدل الصوره بتاعتك شويه، وليكن هنخليها بالشكل ده. بعد كده بدوس على حرف التي ببدا اضيف التكست بتاعي. نفترض ان هو ده النص اللي انا هستخدمه. طبعا بقى ممكن اغير في الفونتس لحد ما اوصل للفونت اللي انا شايفه مناسب، وليكن مثلا اني هختار الفونت ده، وتقدر تغير الالوان بتدوس هنا. بعد كده بتختار اللون اللي انت شايفه مناسب براحتك
براحتك خالص. كل ده طبعا يرجع لابداعك انت ولمستك الشخصيه. طبعا في حاجات تانية بضيفها لاي صامنيل بستخدمها، واخش على الاليمنتس وبعد كده ببدا اكتب كيورد ريليتد بموضوع الفيديو. مثلا الفيديو ده عن ازاي تشتغل اونلاين وتجيب فلوس من الانترنت، فهكتب مثلا ورك اونلاين، هدوس سيرش وبعد كده هخش على الجرافيكس. مهم جدا تخش على الجرافيكس لانها افضل بكتير من الصور. يعني اقول لك مثال، لو اخترت صوره مثلا، تيجي تختار كده هتلاقي الصوره بص ليها خلفيه ومبوظه شكل الصامنيل اصلا. فالافضل بقى ان الجرافيكس بتبقى نازله كده زي ما انت شايف بدون خلفيه، بقى شكلها لطيف جدا جدا. فهنختار مثلا دي، وبعد كده اختار حاجه ليها علاقه بالفلوس ميك ماني، ولنفترض ان انا اختار الشكل ده. بس كده زي ما انت شايف بكل سهوله وبساطه عملت صامنيل للفيديو بتاعي بدون ما استخدم الفوتوشوب ولا اي اداه تانية. كل ده باستخدام موقع كانفا. بعد ما تخلصها بتيجي دايس داونلود وبتيجي رافعها على الفيديو بتاعك. بيبقى في خطوه تانية وهي تظبيط الاس اي او بتاع الفيديو واختيار الكلمات المفتاحيه. كل الكلام ده انا شرحه بالتفصيل الممل في كورس اليوتيوب الشامل. عشان كده بنصحك لو انت حابب تبدا بقوه على اليوتيوب وتنجح عليه، انصحك جدا بالكورس ده لانه هيوفر عليك مشوار كبير جدا، وكمان هيخليك تتجنب اخطاء كتير ممكن كنت تقع فيها. فبكده نكون عملنا فيديو احترافي شامل من الصفر لحد النشر على قناتنا على اليوتيوب بالصوره المصغره بتاعته من خلال موقع كانفا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبشكرك جدا لو انت وصلت للجزء ده في الفيديو. واخيرا ما تنساش تدعم القناه باللايك والشير عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.